نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. فاشهدوا ينسى مامادو فوفانا رقم 15 ومصادو المرمى الثلاثي خط الدفاع من اليسار الى اليمين. رائع. عريبي يعود لاخذ الكره، لكن من مصادو حيدره، العوده من مصادو حيدره الى الشيخ دوكوري. هناك لاعب مالي يعاني من اصابه. الحكم التونسي امير لوصيف يتدخل لايقاف. طبعا المدرب الوطني، هذه هجمه وفرصه للمنتخب المالي، توغل مراوغه 10 حذارين من القادمين من الخلف، ولكن الكره تجاوزت ربما الخط. الحكم كبيره ضاعت من او لم تصل الى المهاجمين. في الايسر بلال توري يتقدم، ياتيه مصاديو الان تمريره لسعيد بالرحمه بلمسه فنيه وحيدره. المخالفة يرتكبها رياض محرز، يمرر على الجهة اليسرى. هذه عرضية من بن عيادة، فراد من رياض محرز يتقدم رياض وتصويبة قوية جدا. المنتخب الجزائري كان قريبا من تسجيل الهدف الأول بانطلاقة رياض وبتصويبة محرز. الخطأ الصافرة التونسية تعد في وسط الميدان. الانطلاقه المنتخب المالي يحاول ان ياتيه الظهير الايسر، عرضيه جاءت بهذا الشكل جهتها اليمنى. حذر من هذه الفرصه الماليه، عرضيه جاءت على حد الان. الرايه مرفوعه وتسلل على المهاجم المالي. قلت رغم ذلك، رغم الفرص، هذه اعاده ثانيه. نعم البلال توري كان لتوبا، العرضية من توبا جاءت والدفاع حد موجود. رميز مراوغة رياض اتجاهي الرؤوس الرأس المالي، وحذاري من هذه الانطلاقة من البلال توري داخل منطقة الجزاء. حسن الحظ الكرة إلى الركنية، حذاري قلت من الجهة اليمنى جهة حسين بن عياد. الآن لمسة هشام، هذا جانب من الجماهير الحاضرة في هذا اللقاء. فرصة للتقدم، سعيد بالرحمة، هذه فرصة، تسديدة قوية جدا فوق المرمى، ممتازة. محاولة جيدة من المنتخب الجزائري وبتصويبة سعيد بالرحمة. ممتاز الذي تحول من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى. شوف الإعادة، هل لمسها سعيد أم لمسها أبو بكر؟ والدفاع المالي تغطية رائعة تعود لتوبا، ولكن الدفع من أحمد توبا ومخالفة. رأسية رميز، هذه فرصة للمنتخب الجزائري. ماذا هناك ركلة جزاء؟ ركلة جزاء في آخر أنفاس الشوط الأول، بل في الوقت بدل الضائع. هناك لمسة يد على المدافع المالي بتسديدة جاءت من توبا، وبالتالي رياض محرز شاخصة نحو شباك الحارس دياورا. فرصة المنتخب الجزائري للهدف الأول. رياض والهدف الأول لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري في آخر أنفاسه أو في الوقت بدل الضائع. هنا تهتز مدرجات ملعب ميلود هدفي بوهران فرحة وغبطة بالتأكيد بهذا الهدف، حتى وإن جاء متأخرا في هذا الشوط. وقعته السريعة مع نادي ويست هام، سجل الكثير عدد بكير محمد ويوسف الجريدي، ولكن لحستين وديتين هنا على ملعب الشهيد أو على الملعب المركب الأولمبي. ميلود هدفي، كانت فرصة خطيرة للمنتخب المالي من الجهة اليمنى. بعيد الكرة على نيني أو نيني دورغيلاس مهاجم ويستيرلو البلجيكي. هذه الكرة كانت طويلة في ظهر الدفاع الكرة، ولكن الراية مرفوعة
معلنة عن ما تزال الكرة للمنتخب المالي داخل منطقة الجزاء. فرصة خطيرة لكريم عريبي. المنتخب الجزائري كان قريبا من تسجيل الهدف الثاني في المباراة. اللمسة والإبداع دائما حاضرين من رياض محرز. لدينا تغيير الآن بن سالم. هذه هجمة للانطلاقة من فلاي العرضية جاءت والخطورة ما تزال مستمرة. تصويبه هدف التعادل. هدف تعادل بطريقة جميلة يأتي الآن. المنتخب المالي يدرك التعادل بكيفية جميلة وبالقدم اليسرى. مصيدو حيدر المدافع الأيسر. إذا الرحمة نحتاج لمراوغات ومهارات سعيد بالرحمة. التصوير لاعب بالقدم اليمنى. لا معربي يترك مكانه لإسلام من نبيل بن طالب داخل منطقة الجزاء. العرضية داخل منطقة الجزاء. حداني فرصة للمنتخب المالي لرياض محرز داخل منطقة على الجهة اليسرى. فرصة للمنتخب المالي. عودة مدرية الآن طويلة إلى الأمام. هل تصل لرياض محرز؟ شوف ضاعت لبن عياد الآن. عرضية داخل منطقة الجزاء. راسية يوسف ليلي في التنفيذ بالقائم.